بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا الفيديو مع رحلة مسافر للتعرف على مكان آخر من الأماكن المغربية وتاريخها. ونتوقف اليوم بالطريق الجهوية رقم 408 المؤدية إلى مدينة وزان، عند موقع أركيولوجي لمدينة مغربية تاريخية اسمه البصرة. فالبصرة التي نزورها اليوم إذن ليست مدينة البصرة العراقية، بل موقع به بقية من أطلال مدينة البصرة المغربية التي شيدت في القرن التاسع الميلادي. ويوجد هذا الموقع الأركيولوجي بجامعة سيدي عمر الحاضي التابعة للإدارة الترابية لإقليم سيدي قاسم، على بعد حوالي 20 كيلومتر جنوب مدينة القصر الكبير، على الطريق الجهوية رقم 408 في اتجاه وزان كما سلف الذكر، والمتفرعة عن الطريق الوطنية رقم 1 عند محطة القطار دار بن عودة القريبة من مدينة سوق الأربعاء. فحينما يمر المسافر المتأمل عبر تلك الطريق سيجد الأمر يدعو للاستغراب، وسيطرح أكثر من سؤال عندما يرى دوارا عاديا وسورا سميكا من الحجارة يبدو قديما جدا ومناقضا للبيوت الطينية التي شيدت وسطه. فهذا السور هو جزء صغير من سور كان يحيط بمدينة البصرة أو بصرة الكتان، وهي واحدة من أبرز مدن الإمارة الإدريسية، والتي أصبحت العاصمة الثانية لهم بعد فاس، قبل أن تندرس بفعل التخريب خلال الفترة الأخيرة لنهاية حكم الأدارسة. وظل ما تبقى من أطلال هذه المدينة عدا بعض الأجزاء من سورها قابعا تحت الأرض قرونا من الزمن، قبل أن يتمكن فريق أثري أمريكي من العثور عليها لتعود بعد ذلك إلى دوامة الإهمال. ويرجع الباحثون تأسيسها إلى بداية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي على يد مولاي إدريس الثاني، وقد تم فعلا العثور بالموقع على قطعة نقدية سكت في البصرة، وتتضمن اسم إدريس الأصغر. وبعد وفاة إدريس الثاني سنة 213 للهجرة 828 للميلاد، كانت البصرة من نصيب ابنه القاسم، واعتبرت واحدة من أهم المدن الإدريسية. ويذكر المؤرخون أن مدينة البصرة هي ذات مساحة متوسطة، وهي محاطة بأسوار، ومنتجاتها متنوعة كالكتان والقطن خاصة، والذي كان يتم تصديره في اتجاه تونس والقسطنطينية، ومن منتجاتها كذلك القمح بوفرة والشعير ومنتجات فلاحية أخرى. الحفريات الأثرية التي انطلقت منذ سنة 1980 بهذا الموقع مكنت من التعرف على مختلف أجزاء المدينة، وكذلك اكتشافها مصنع خاص بالمعادن وأدوات حجرية تبين الأهمية الأثرية لهذه المدينة. أما بالنسبة لسور المدينة، مدينة البصرة، والذي كان في القديم يتوفر على 10 أبواب، فقد تم تدمير جزء كبير منه، ومحاولة تتبع أثره من خلال الأسس المتبقية تبين أنه كان على طول حوالي 200 كيلومتر ونصف، ويحيط بمساحة مقدارها 30 هكتار. حائط هذا السور عرضه 220 سنتيمتر، وهو مبني من الحجر ومدعم بأبراج شبه دائرية. وقد أبانت الحفريات كذلك عن وجود صهريج مبني من الحجر ومغطى بسقف مدعم بأقواس. ظلت الأمال معلقة أن يحظى موقع البصرة التاريخ بعناية خاصة، وأن تخضع للتنقيبات والحفريات لاستجلاء أسراره، وأن يتم حماية بقاياه من التخريب، لكن الأمر كان عكس ذلك،
فبعد أكثر من 4 عقود من اكتشاف الموقع لم يتم تسجيله ضمن موقع التراث الوطني، كما أن الأبحاث الأثرية. ليس هذا فقط، بل إن الموقع الذي ظل يتعرض للتخريب والتهميش لعقود لا زال معرضا للاندثار، حيث يعمد السكان إلى السور لأخذ الحجارة منه لتشييد منازلهم، حتى تآكل جزء كبير منه وضاع جزء أكبر آخر ليضيع معه نموذج من نماذج العمارة الإدريسية. إلى هنا تنتهي هذه الزيارة، وعلى أمل اللقاء في زيارة لمكان آخر. أشكركم على المتابعة وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.